وانتهت مباراة النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، فوز النادي الاهلي 2-1. وحابب اقول حاجة ان نادي سيراميكا كليوباترا بكل امانة يستحق ركلة جزاء. بدأنا المباراة حلوة قوي وكنا فايزين 1-0 بعرضية مفيش احسن من كده، من خرم ابرة من احمد السيد زيزو يحرز الهدف الاول محمود تريزيجيه. ومن ساعتها بصراحة مش عارف الفرقة حصل فيها ايه، ما لحقناش نفرح بالهدف ويجي سيراميكا كليوباترا يتعادل مع النادي الاهلي 1-1 بغلطه كارثيه دفاعيه من قلبي دفاع النادي الاهلي وتقطيع عكسيه من محمد هاني زي الزفت زي ما انتم شايفين. ويجي جراديشار يحرز الهدف الثاني من لمسه مفيش احسن من كده. هي يا جماعه يعني الفرود تفاصيل صغيره، لمسه من جراديشار بالهدف الثاني للنادي الاهلي. نفسي اسال سؤال، جراديشار بقى في الهجمه دي عمل ايه؟ مش فاهم، حد يفسرها لي، عمل ايه الراجل ده؟ انا مش فاهم. الشناوي ايه بقى؟ بيعمل ايه الشناوي؟ بيعمل ايه؟ مش فاهم والله. رايا سعد اخويا عايز ايه؟ عايز ايه؟ فيها كابتن علي، فيها يا جدعان انتوا عايزين تدمرونا خالص؟ ما خلاص اللي راح راح. بصراحه عايز اشيد بمروان عطيه، عمل مباراه كبيره جدا وعمل كام باص عالمي عالمي. الحمد لله محمد بسام ما بقاش نوير النهارده. مبروك علينا الفوز، وان شاء الله النهائي يبقى من نصيبنا، في انتظار فاز من سيراميكا والزمالك، وان شاء الله تبقى اول بطوله لاحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان. مبروك لكل الاهلاويه.